في الأيام الأخيرة بدأت تنتشر فيديوهات كثيرة تبدو وكأنها حقيقية، لكنها في الحقيقة ليست سوى خداع بصري صنعت باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. للأسف، أغلب هذه الفيديوهات تحتوي على محتوى خادش للحياء، كلمات نابية ومشاهد لا تليق أن تعرض في بيوتنا، خصوصاً ونحن نجلس مع أهلنا أو أطفالنا. المشكلة أن كثيراً من الناس، خصوصاً كبار السن أو من لا يعرفون هذه التكنولوجيا، يظنون أن هذه المقاطع حقيقية، فيفقدون الثقة في الأشخاص وفي كل ما يرونه على الإنترنت. لكن الغريب في الأمر أن من ينتقد سياسة أو يعبر عن رأيه يحاسب فوراً، بين من يفسد أخلاق المجتمع وينشر الفساد لا يلاحق ولا يحاسب. نحن اليوم بحاجة إلى قانون صارم، قانون يحمي أبناءنا من هذا المحتوى المزيف، ويعاقب كل من يستخدم الذكاء الاصطناعي للإساءة إلى قيمنا وأخلاقنا. لا تسكت، لا تكتفي بالمشاهدة، بلغ عن كل محتوى مخل، أنشر الوعي بين أهلك وأصدقائك. التكنولوجيا نعمة إذا استخدمت في الخير، لكنها تتحول إلى خطر كبير إذا وظفت لنشر الفساد. لنحمي مجتمعنا، لنحمي أبناءنا، لنحمي مستقبلنا. الذكاء الاصطناعي مسؤولية وليس لعبة. شارك هذا الفيديو وكن جزءاً من الحل.